ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. حلقة جديدة من برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط. معاكم أكرم المصري، وبكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء. برحب بكل اللي بيسمعونا مستمعي راديو البوابة. كمان برحب من الهندسة الإذاعية بمهندس الصوت أحمد بدر. وفي البداية كده حابب أقول يعني حاجة، ان انا مهما حاولت اشكر كل الناس اللي بتساندني وكل الناس اللي بتقف جنبي في المشكله بتاعه البرنامج مع نجوم اف ام، فانا لو فضلت كل حلقه اشكركم فانا مش هوفيكم حقكم. كل الصحفيين اللي معايا بيتضامنوا من صحف مختلفه وكلهم بيكلموني، لكل الناس حتى اللي ما يعرفونيش شخصيا ويبعتوا لي على الفيسبوك بشكركم جدا. لكل متابعين برنامج آدم وراديو البوابه بشكركم. النهاردة حلقتنا حلقة مخصصة للمواهب فقط، هتبقى حلقة بالكامل لكل اللي عنده موهبة، وبرضو لكل الناس اللي بتسمعنا. لو انت عندك موهبة الغنى او التقليد او الشعر، ده اللي قاعد معايا ده عنده موهبة اللي هو بيكح ده، فالكل الناس اللي عندها موهبة التقليد او الشعر مش موهبة الكحة خالص، فانت ممكن تكون معايا هنا في برنامج آدم. وكمان ممكن تكلمني وتوصل موهبتك لكل الناس، وممكن الأسبوع الجاي تبقى معايا. النهاردة هيكون منورنا الشاعر الشاب أشرف خلف الله معانا دلوقتي. اللي كان بيكح هو أشرف خلف الله، شاعر جميل ولسه كده صغير، بس صغير السن وكبير المقام إن شاء الله. ازيك يا أشرف؟ يخليك يا أكرم. الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. عاوزين في البداية نعرف الناس مين هو أشرف خلف الله، ويعني اكتشفت الموهبة اللي عندك ازاي ان طيب. انا بكتب شعر، يعني فضفض كده. هو انا اسمي اشرف خلف الله، بكتب شعر من حوالي 4 ل 5 سنين. حبيت الموضوع، حسيت ان هو بيعبر عني بشكل اكبر. في ناس بدأت تشجعني، زي مادونا وتوما وماتا وعاطف وكل اصحابي. تمام. وبشكرهم جدا بصراحة. بس رحت حفلات، رحت كرنفالات، طلعت في بعض القنوات. بس الموهبة هنا ابتدت امتى؟ الموهبة ابتدت زي ما قلت لك من حوالي 4 ل 5 سنين. كانت شوية مشاكل كده، وحسيت ان الشعر بيعبر عني قوي فيها. طبعا في البداية ما كنتش بكتب كلام قوي او كلام يخش القلب فعلا، بس مع ان انا قرأت كتير وان انا سمعت كتير وخدت نصايح طبعا من ناس كتير في البدايات، وما زلت برضو بتعلم. بس فالموضوع بدأ يتطور معايا واحدة واحدة، يعني الحمد لله. طيب انت عندك كام سنة حاليا؟ انا عيد ميلادي في الاسبوع دوت بالمناسبة. هبقى دخلت كل سنة وانت طيب. الله يخليك يا أبي. وهبقى دخلت في 21 مثلا. وبدأت وانت عندك مثلا 15 او 16 سنة تكتب، يعني اكتشفت الموهبة في 16 سنة مثلا. في البيت بقى لما انت قلت لهم انا بعرف اكتب او حاجات، مين اول واحد رحت سمعته مثلا الشعر بتاعك او قلت له ايه ده انا عندي موهبة الكتابة؟ مين اول واحد في العيلة؟ الحقيقة كان والدي، وكان هو عنده اساسا يعني اللي انا اكتشفته بعد كده ان هو اصلا زمان كان بيكتب شعر اصلا يعني. فالموضوع كان وراثة بقى ولا بالفطرة ولا ايه. تمام. فكده. طيب يعني هتسمعنا ايه دلوقتي برضو في البداية كده نسمع الناس موهبتك؟ أحب ماشي نقول قصيدة اسمها في البدء، صغيرة خالص كده، بتتكلم عن البدايات بتاعت الخليقة. بتقول حواء أطفت له الفكرة، آدم ما قدرش يخاف فأكلها وكان مرتاح. آدم لو بص لبكرة كان رفع الجفن وشاف آخر أكل التفاح. آدم منتاش مرتاح. حواء بتحس بإيه؟ قاعدين في الجنة بتاكلوا، اللي يخليكم تعصوا؟ شحططوا العالم ليه؟ أمال لو كنتوا مكاننا
على الأرض ومش في الجنة، وعرفتوا حياتنا وحالنا، بالذمة هتعملوا ايه؟ دي اول حاجه كتبتها؟ لا دي مش أول حاجة. بس دي حبيت نبدأ بيها يعني. دي قصيدة بتتكلم عن حواء وآدم والمرمطة يعني اللي احنا فيها بعيد عنك، بس فحبيت ان احنا نقولها في البداية يعني. طيب انت بعد ما اكتشفت ان انت عندك موهبة الشعر وانت عندك 16 سنة وبتاع، مين اللي دعمك؟ انت قلت لي باباك كان بيكتب زمان، هل هو اللي شجعك ولا قالك لا استنى شوية ودراستك والكلام ده؟ لا هو الحقيقة شجعني، بغض النظر يعني ان انا سبت الدراسة سبت المعهد اللي انا كنت فيه، ما ارتحناش يعني مع بعض فسبنا بعض، وبقيت اركز في شغلي وبقيت اركز في الشعر بتاعي كويس. وبتدرس حاجة حاليا؟ لا انا حاليا مش بدرس، انا حاليا بشتغل وبكتب شعر. تمام. بس واللي دعمني دعمني كتير يعني بصراحة، يعني دعمني من صحابي اللي كنت بقول لك عليهم دول، وكنت دعمني برضو اهلي في البيت، ودعمتني ناس كتير جدا يعني بصراحة فوق راسي. يعني اكيد لازم كلنا ندعم اي حد عنده موهبة، وموهبة بجد اكيد لازم ندعمها ونقف جنبها، لان في مصر مواهب كتير قوي بس للأسف مش لاقية الدعم او مش لاقية الناس اللي تقف جنبهم عشان يوصلوا موهبتهم. وفي ناحية تانية نلاقي ناس ما عندهاش موهبة خالص بس معاهم ناس وعلاقات بقى والكلام ده، فتلاقيهم طلعوا وظهروا. ما تفكرنيش اكرم. ايه يا عم ده انت من قلبك متضايق. والله. طيب هنسمع دلوقتي ايه؟ طيب هقول حاجة تاني مختلفة عن الإطار اللي احنا كنا فيه، اسمها اهتمام. دي بتتكلم، هنعرف دلوقتي، بتقول اهتم بيها هتلاقيها جوه منك، حضن دافي هيكون أملها في كلمتين، يا حبيبتي بلاش تخافي. هتلاقيها مرة واحدة تحت ايدك فتداريها، اعمل انت اي منظر يثبت لها انك شاريها، غير عليها قول لها انك بترجع طفل لما تشوف عينيها، قول بحبك بالمواقف، في الزحام هي تقعد وانت واقف، مش هيكفيها الكلام، الرجولة شيء مقدس بالغرام، قول بحبك بالمواقف، في الزحام هي تقعد انت واقف، مش هيكفيها الكلام، الرجولة شيء مقدس بالغرام، قول لها انك بتسمع اسمها فدوخ اوام، قول لها نفسك في حضن تاخده على كتفك تنام، البنت بطبيعتها عايزة منك حبة اهتمام. طب انا هقول لك ملاحظة وانت تقول لي ولا لا. هل انت متأثر بهشام الجخ؟ بص هقول لك على حاجة، يعني انا عارف طبعا هشام الجخ شاعر كبير جدا، هل انت متأثر بيه؟ طبعا الشعر اللي انت قايله حلو جدا ما شاء الله، بس هل في الطريقة هل انت متأثر بيه شوية ولا لا؟ هقول لك على حاجة، انا كاريزمتي كأشرف خلف الله كده، دي كاريزمتي انا الشخصية الخاصة بي انا. هشام الجخ اول حاجة انا مش بتكلم صعيدي، تاني حاجة انا يعني بسألك عشان كده، لو انت بتتكلم صعيدي ما كنتش سألتك السؤال ده اصلا. لان كل الصعايدة بيتكلموا نفس الطريقة بتاعت هشام الجخ باللهجة. وعايز اقول لك على حاجة تاني، ان هشام الجخ نفسه اتهم من اعلاميين كبار جدا ان هو واخد من الابنودي، صح. فهشام طلع قال لا انا هشام الاول مش الابنودي الثاني، فانا النهارده بقول انا اشرف الاول مش هشام الثاني. زي الفل، حلو الثقه. طيب احنا لسه هنكمل مع الشاعر الشاب اشرف خلف الله، ولكن بفكركم برقمنا اللي تقدروا تكلموني عليه 01960 393. كمان تقدروا تبعتوا لي على صفحه آدم، اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي. عارفة من يوم ما قابلت
لحظة أمرتي، أيوة أمرتي وعارفة أنا نفسي تكوني حلالي وحبيبتي وأم عيالي، ونعيش العمر أنا وإنتي، بس أنا وإنتي وعارفة أنا هفضل طول العمر معاك، مهما الأيام طالت وياك وأنا مسؤول علشان أنساكي. يا أول فرحة تمسح دمعة عيني، واستغرب ليه طولت عليا، لا ما تكمليش استني شوية، أصل أنا أبدا ده في إيديا، وخديني في حضني وبوسيني على جبيني. عارفة من يوم ما قابلتك انتي واحتل هواكي مدينتي، وبقيت في لحظة أمرتي، أيوة أمرتي وعارفة أنا نفسي تكوني حلالي وحبيبتي وأم عيالي، ونعيش العمر أنا وإنتي، بس أنا وإنتي اسمعوا برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري، كل يوم اثنين وخميس على راديو البوابة. ياسر الطوبي. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه مكملين معاكم في برنامج آدم، لسه مكمل معاكم أكرم المصري، ولسه منورني في الاستوديو الشاعر الشاب أشرف خلف الله. بنورك يا جميل. ربنا يخليك يا رب. هتسمعنا ايه دلوقتي؟
هسمعك قبل ما اقول القصيده دي بس. اوقفتني دفتر اسامي الهموش للشاعر مصطفى ابراهيم، وحبيت اكمل مسيرتها لان مسيره المطحونين في مصر لن تنتهي بعد. فهقول حاجه اسمها مع حفظ الاهانه. مع حفظ الاهانه. مع حفظ الاهانه. تمام، يلا بينا. وبعد اللي ماتوا في اخر الطابور هكمل وهحكي على اللي عاش بيكرم ويدفع عشور ويخلص في شغله ويرضى بمشاغله ويبصم يوماتي في كشف الحضور. وصبحي محمد شال إعدادية عشان قبل فاطمة زمان كانت تقول هتسكت هتقعد هتلعب تغور ممنوع الكلام. وكردي بيرجع بيمسح سلالم وحافظ عددهم لبرج الحمام. وينده يا هانم مفيش خدمة تاني تقول لأ شكرا سواعدك تمام. وسيد بشندي بتاع النظافة بيعشق حبيبته وتدعى عفاف وحالف لا تكمل معاها العلاقة وتكمل معاها السنين العجاف. ومحسن عفيفي بيشرب سجاير بحجم التذاكر وكمل وشوش. وسعد المنادي بيركن يوماتي عشان المشاكل وينزل يحوش. وأحمد إناوي قرر وناوي يسيب الوظيفة وينسى الهموم ويصرف جميع الفلوس النحاس ويرجع شبابه فيفضل لباس. معلش اللباس هيفضل هدوم. وأشرف بيسرح وينبح عشان يبيع دخان في هيئة بخور. وبعد ما يفصل بيرجع ينام في نفس المكان ملاهي العبور. وعبده السواحلي واسكندرية لسه بتغلس عليه ولسه بيبيع السعادة على الفريسكا. لسه مش قادر يدوقها لسه بتحرم عليه. الدنيا دي زي ما هي لسه فيها ناس مداس وفيها بيه. عن التعبير احنا ولاد الكلب زي ما قالها الكبير. احنا اللي مش حاسين بحجم أفضالك والنعمة والتقدير بدون ذكر اسم مع الجياع السابقين. مع حفظ الكرامة لكل اللي عاشوا عشان الحصانة وجردوا الدفاتر وفرضوا الغرامة على الشعوب الجعانين. يعني كلام معبر جدا، وانا شايف ان انت بتناقش مشكلة معينة في مصر. بس انا عايز اسألك، هل انت في كتابتك للشعر انت بتكتب في كل النواحي، سياسي رومانسي كل حاجة، ولا متخصص في حاجة معينة اللي بتحب تكتب فيها قوي؟ بص، هو في مشكلة بتواجهني في نفسي ان انا نكدي شوية وبحب الحزين، يعني بميل ليه بقلبي يعني قوي. بس بشكل عام انا بالرغم من ان هو حزين، بس بشكل عام انا اصلا بحب اتكلم في كل حاجة. وممكن حاجة عاطفية اتكلم فيها من جانب حزن شوية، زي مشهد غبي هنسمعها دلوقتي. فهو دي كاريزمتي، ربنا خلقني كده يعني. بتكتب شعر غنائي طيب، ولا هو لا انت بتكتب قضايا مشاكل حاجات كده؟ هو بص، انا لو حاجه عندي هتتغنى اندر جراوند، يعني موسيقى مستقله مع نفسها. مش بكتب مخصوص لحد، مش بكتب على وزن مخصوص لحد، مش بعرف اعملها. في ناس كتير غيري شطار يعرفوا يعملوها، بس انا مش بعرف اعمل ده. بس في حاجات اللي هي ينفع تتغنى اندر جراوند كتير، لكن كبحر غنائي مخصوص لا. تمام، هتسمعنا ايه دلوقتي طيب؟ نقول مشهد غبي. مشهد غبي. رجعنا للحزن. كله نكد، مفيش حاجة تفاؤل ولا مفرحة خالص في الشعر بتاعك. خليها على الله يعني، ممكن لا هنلاقي طيب ندور ونلاقي. طب يلا بينا. طب بلاش مشهد غبي دلوقتي عشان كفاية نكد، نقول حاجة غيرها. نقول فوتوشوب. تمام، عندك فوتوشوب يا صاحبي؟ صورتك مش حلوة بجد، اختلفت آخر مرة، عينك كانت بصة لبره مش زي عوايدك يعني، وبقيت على طول توجعني. تعديلك فيها عماك من بعد ما كان خلاك مش شايف مين بيخونك،
وانا واقف لسه معاك. كان لازم تلعب فيها، كانش لازم، محتاجة كواليتي زيادة. طب وحشة يا ريت خبيها. الكادر اصله بتاعي، والموب كان ماسكه دراعي، والسيلفي بيضحك جامد من غير ما يحقق داعي. احساسك بيا ساعات كان لازم يوصل قلبي، لكن من بعد ما مات ما بقتش بتفرق عندي. الفولدر زي ما هو مليان ضحكات من جوه، وكتير بينادي عليك. أصرخ علشان يسمعني وأقول له حبيبك بعني. افهمني أبوس رجليك، صاحبك وحبيبك غاب علشان عايزك متساب، ومعادش بيفرق عنده إحساسه وخوفه عليك. طب انا عايز اسالك، هل في كل مره بتكتب فيها شعر بتتعرض مثلا بتشوف مشكله قدامك فتكتب، ولا من وحي خيالك كله؟ هو مش دايما الشاعر لما بيكتب حاجه يكون عايشها. في شعراء كتير بتكتب الحاجه بس هم مش عايشينها. تمام. وفي لازم يعيش الحاله علشان يكتبها. يعني ناس كتير قوي ما بتعرفش تكتب حاجه من وحي الخيال كده وخلاص. انا قبل كده شفت صوره كتبت عليها قصيده، صوره مجزأه كده من مشهد معين. فعايز اقول لك ان مش دايما انت تعيش الحاله علشان تعرف تكتبها. ممكن واحد يرسم صوره جميله قوي عن الشروق مثلا وهو اصلا قاعد في الاوضه بتاعته اساسا. تمام. فهي كده يعني. فلازم الواحد يعيش الحاله علشان جواه، علشان يعرف يكتب اللي هو عايزه او يطلع العمل بتاعه بشكل حلو. تمام. احنا لسه هنكمل مع الشاعر الشاب، ولسه هنسمع منه اكتر ونسمع حاجات تانية بقى. يعني اكيد هنلاقي حاجات برضو فريحي وحاجات فيها تفاؤل، وبرضو هنسمع الحاجات اللي بتناقش قضايا ومشاكل. ولكن بفكركم بالرقمنا اللي تقدروا تكلموني عليه 01960 393، او ابعتولي على صفحة آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط بالعربي. عبد الفتاح الجريني، أشوف فيك يوم. نروح نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني. أشوف فيك يوم عاللي انت عملته فيا لما انت غدرت بيا، واللي بترضاه عليا بكرة انا هرضى عليك. أشوف فيك يوم والاقيك تعبان بجرحك وبتشكي عشان اسامحك، تشكيلي وانا افضل اضحك وافرح من قلبي فيك. اشوف فيك يوم عاللي انت عملته فيا لما انت غدرت بيا، واللي بترضاه عليا بكره انا هرضى عليك. كلامك تاني مش هيفيدك، محدش ضربك على ايدك وعشان تنسى حب زمان هتمشي بس مش قلقان، هتيجي وابقى فيك شمتان، هتتعب ولسه كمان. أشوف فيك يوم ياللي صغرت في عينيا، لو يوم قربت ليا لما تسلم عليا يومها انا هكسف ايديك. أشوف فيك يوم وتشوفني بعيش لوحدي وانت بتموت في بعضي، وتلاقي الدنيا بعدي متقفلة في عينيك.
اشوف فيك يوم ياللي صغرت في عينيا لو يوم قربت ليا لما تسلم عليا يوم انا هكسف ايديك كلامك تاني مش هيفيدك محدش ضربك على ايدك عشان تنسى حب زمان هتمشي بس مش قلقان هتيجي وابقى فيك شمتان هتتعب ولسه كمان اسمعوا صباحك أحلى كل يوم من الحد للخميس من الساعة 11:30 للساعة 1 مع أروى عصام وهاجر هشام على راديو البوابة. صباحك أحلى صباحك أحلى صباحك أحلى. راديو البوابة، راديو يسمعك قبل ما تسمعه. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. من على صفحة آدم في مينا وحيد بيقول حلوة قوي فقرة المواهب دي يا أكرومة، ربنا معاك يا باشا، ربنا يخليك يا مينا. في هبة بتقول منور الدنيا يا أكروم ومن نجاح لنجاح ودايما منورنا بكلامك ونصايحك الحلوة، وحلقة النهاردة أكيد كويسة بالمواهب الكويسة اللي احنا بنسمعها وهم منورين أكيد، وانت منورنا دايما يا كيمو أكيد، وربنا يوفقهم يا رب. ربنا يخليك يا هبة، شكرا جدا. طيب احنا لسه معانا أشرف، وشاعر جميل، شاعر شاب عنده 21 سنة، مش متجوز ولا مرتبط ولا يعني ما يعني ايه بقى. مرتبط 21 سنة مرتبط ولا لا يعني اهو كله على الله يا اكرم. يعني اهو دي يعني ايه؟ ما تفضحناش بقى على الهوا. لا عادي عادي يعني ما فيهاش حاجة، مرتبط ان شاء الله. وكتبت لها حاجة صح؟ كتبت لها حاجات. اول حاجة كتبتها لها ايه؟ عن عيد ميلادها. ده كان من قريب ولا لا يعني من فترة. طب نسمع برضو، نسمعك في الرومانسية بقى، يعني اللي هو يلا. طب خلي بتاعت عيد ميلادها دي بعدين. اهداء ليها نقول اسمها؟ لا اول حرف؟ لا ولا اول. ليه عادي يعني ان شاء الله في مشروع خطوبة بعد كده يعني. كله على الله يا اكرم، هبقى اعزمك ان شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي انت حاليا قلت لي ان انت بتشتغل في مجال ايه؟ بشتغل في مجال الملابس وكده. عندي ورشة بتاعت ملابس وكده، بعمل سويت شيرت وبعمل الحاجات دي كلها. انت اللي بتعمل؟ تمام. يعني يعتبر مصنع مثلا؟ مصنع. انت اللي بتعمل حاجات او يعني بتحط ديزاين ولا انت اللي بتصنع؟ لا انا اللي بصممه، انا اللي بصمم وانا اللي بعمل الشغل وكده. طب حلو ما شاء الله. بالاضافه لموهبتك ان انت برضو للشعر. مش هنسى الشعر ولا اي حاجه، ماشي في الاثنين وده حلو جدا. تمام بالظبط. فانا حبيت الشعر يعني وحابب ان نكمل فيه ان شاء الله، يعني تحقق كل اللي انت عايزه. طيب هتسمعنا دلوقتي القصيده اللي انت كتبتها لعيد ميلادها، مش عايز ولا ايه؟ يعني مش هي بتسمعنا دلوقتي؟ لا ما هي القصيده مش معايا دلوقتي. نسيت القصيده اللي انت كتبتها لها. خلاص بقى اكرم، انا كده هبات على السجن. طب نبعت لها تحيه ولا ايه؟ نبعت وماله. طب نقول اول حرف؟ لا ولا اخر حرف. طب قول اللي انت عايزه، مش هغصب عليك يعني. اوكي. هقول حاجه اسمها اللي امي ما جابتهاش.
بتقول انا ناقص كم حاجة بسببك، دورت عليهم ما لقيتهمش. كم بنت قالت لي انت اخويا، مش عارف ليه ما بصدقهمش. يمكن علشان انا قلبي جبان، يقولوا لي بحبك فاطمن، اهدلهم احساسي واسلم، واصدق كلمة اخت عشان يسيبوني لوحدي وما اعرفهمش. انا عايز افضل محتاج لك، الدنيا تضيق تديني فلوس فاخدهم منك استحرم واستحقر نفسي ومصرفهمش. انا عايزك تلافيني هدومي لما انسى اخدهم قبل الدش، والمفرش ودولاب الأوضة لوحة بتتجدد بإيديكي. أنا عايز أسحب أشواقي من كل الناس وتكون ليكي. أنا عايز آكل من أكلك، أنا ناقص في غيابك حضنك، أزعل واتضايق تواسيني، وأكون لك أخ وأكون ابنك، وهضايقك جدا من غيرتي. لو حد يفكر يرسملك فتروحي لماما وتشكلها، أشرف بيطفش عرساني، ابنك أصبح حد أناني. ادخلي على الفيس طب شوفي الشات الكل بنات، ما كفاية هيعمل إيه تاني. تتضايقي وقبل ما تتكسري على طول هتشيلك أحضاني، مع إنك مخلوقة رقيقة إلى إنك عظمي وشرياني، وكمنك عيني وقلبي كمان، إلى إنك نص التحتاني، رجلي وشيلاني وجداني. أنا عايزك أخت بتنصحني وقت ما الحب عليا يبان. كان نفسي زمان تقوليلي بلاش ميرنا، فأقولك ملكيش دعوة، مرتاحة معايا وكله تمام، فأسيبك وأروح أشرح ومعايا الدبدوب والبرفان. فجأة أتجرح فأجيبهم وارجعلك ندمان، تاخديني في حضنك بالراحة، ريحة جلابيتك أدرينالين، حنية صدرك على صدري، مش عارف فعلا خدني لفين. أنا ممتن على الآخر، أنا مشتاق وأنا تعبان، أنا حاسس بكل فصيلة في الحرمان. أنا أمي زمان كانت بتندهلك ما بترديش، عشان واثقة إن مين غيرك لا يمكن حتى أعرف أعيش. أنا وأمي وكل البيت مفتقدين حاجات فيكي، وكلمة أخت ما تكفيش جمال الغزل في عينيكي. يا ست الكل أنا محتاج أكون لك أخ وتكوني مهدئ بس مش بروزاك. يا ست الكل نفسي أعيش، أنا درويش وعايز أشتري خصرك لكن معيش. أختي اللي أمي ما جابتهاش، كان لازم تكوني معايا علشان الحياة تتعاش، عشان طعم الفراق يتحاش. كل البنات غاليين قوي، وعشان انتي مش هنا فكل البنات ببلاش. طيب عاوزين يعني نوضح برضو للناس، انت كتبت القصيدة دي كنت بتقولي في الفاصل كتبتها لأختك اللي مش موجودة، انت مالكش اخوات بنات، فاشرح لنا بقى. انت كل اخواتك صبيان واكبر منك؟ انا كل اخواتي صبيان وانا الاخر العنقود وكده، يعني انت فاهم. فكان نفسك يبقى ليك اخت؟ يعني كنت مفتقد الاحساس ده خالص، اللي هو يكون عندي اخت بنت وكده، فكتبت القصيدة دي من غل، يعني تمام. يعني حلوة يعني. هل قلت لهم القصيدة دي في البيت بقى، قلتها لمامتك وباباك عجبتهم؟ لا الحقيقة لسه دي هتبقى مفاجأة. يعني دي لسه كاتبها جديد ولا بقى لها فترة؟ لا كاتبها جديد، مش قديمة، لسه ما حدش سمعها يعني. بس تمام. انا عايز اسألك برضو، هل انت لما يعني في بداية موهبتك اكيد في ناس بتشجع وفي ناس بتحبطك، فانت اصحابك او في البيت مثلا مين اكتر حد شجعك ومين اكتر الناس اللي احبطتك؟ بص، هو في البيت ما حدش احبطني يعني. بس يعني التشجيع كان على القد، يعني اللي هو انت لسه يعني تمام. وفي نفس الوقت ركز في كل حاجة، ما تخليش حاجة تأثر على حاجة تانية. تمام. بالنسبة للصحاب، في صحاب كانت بتشجع قوي وكانت بتبقى ظهرك، وفي صحاب تانية هتلاقيها بتخوخ وتلاقيها بتنتقدك، وفي نقد بيبقى بناء وحلو ويشجعك، وفي نقد بيبقى هدام، يبقى عايز يهدم اللي انت بتعمله مش بيبنيه.
تمام. فانت دايما في حياتك، حتى انت يعني اكيد انت مجرب حاجه زي كده في شغلك، في اي حاجه هتلاقي ناس بتنقدك نقد كويس يصلح منك، والناس بتنقدك نقد ان هي عايزه توقع كل اللي انت رصيته. صح. فدايما مش هتلاقي يعني حد يشجع، بس دايما يا اكرم بتلاقي ان الناس اللي بتنقد نقد هدام كتير اكتر بكتير من الناس اللي بتشجعك اساسا. فدايما الواحد اهم حاجه ان هو يعافر، وان هو ما يستسلمش، وان صح. هو يصدق نفسه قبل ما يصدق اي حد. وبرضه في نفس الوقت ارجع واقول مش اي حد بيسقف لك يبقى همه مصلحتك ويبقى بجد ده حقيقي، لا ممكن يبقى بيسقف لك علشان عايز مثلا يسيبك كده على عماك، لو انت عندك مشكله ما يوضحها لكش. صح. فدي برضه مشكله تانية. فدايما الواحد لازم يبقى محايد، في الاخر خالص لازم الواحد يبقى مصدق نفسه ومصدق اللي هو بيعمله، يصدق موهبته بالظبط، ومؤمن بيها. ومؤمن بيها، ويكون مذاكر جدا يعني اللي هو بيعمله. مش اي حاجه بس. تمام، عندك حق طبعا، ورأيك بحترمه جدا. ويعني يا ريت كلنا نفهم ده، ان احنا حتى مهما اتهاجمنا او الناس هاجموا موهبتنا، وانا كنت قلت قبل كده ان انا شخصيا اتهاجمت في بداية مشواري بقى، اللي هو من 7 سنين، وتقال لي انت صوتك مش حلو، ما بتعرفش تتكلم، ومش مذيع اصلا، وحاجات كده. ودول كانوا اصحابي القريبين للاسف. ما انا بقول لك يعني هتلاقي من اقرب ناس ليك، ودي دي الكارثه بقى، انت فاهم. بس هنعمل ايه يعني، هي دي الحياه كلها كده يعني. والناس اللي نجحت وعملت حاجه، عايز اقول لك برضه ان مفيش حد نجح صدفه، ومفيش حد طلع صدفه. لازم اي حد بينجح بيتعب، لازم يكون عانى في حياته. وحتى لو حد دعمه بشكل كبير ورفعه جامد جدا، مش هيستمر، مش هيفضل ناجح، لان هو ما عملش الكافي واللي المفروض يتعمل، هو طلع على كتف حد تاني بس. عندك حق. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ نرجع للحزن بقى شويه. براحتك يعني. خلاص انا مش هقول لك تاني على القصيده بتاعت عيد ميلادها يعني، عشان هي خلاص زعلت اصلا. بعدين يعني. هي زعلت اصلا. هي لو بتسمعني هي زمانها زعلانه، ما تزعليش بقى وكده. وانا يعني انا قلت له، هو اللي مرضاش والله. انا ببعت لك تحيه لو انت سامعاني. ربنا يسامحك. يلا هنسمع ايه؟ هنقول مشهد غبي. تمام، مشهد غبي اللي احنا ما قلناهوش. ماشي يلا بينا. بتقول هو قاسي وعرقه فلت، هي زهقت منه ثابت، هو قاعد يفتكرها بالسجاير والخمور. عدى يوم 2 3، عدى شهر وجاب شهور، هي ثابت جوه منه خانة مرسوم فيها حضن، هو ساب جواها برضه بس من الأحضان بحور. مشهد قلبه نام من بعدها، فجأة أصبح على البلاط، ولسه مش قادر يبطل شهقة من شهق العياط. هو فعلا قلبه جامد، كان شجاع من قبلها، بس بعد كل ده خاف من الناس كلها. مشهد عقلها معرفش يوصف هو فين وعامل ايه. طب بياكل، طب بيضعف في المشاكل، لسه مستعبد في شات، لسه بيحب البنات. طب بيكتب فيا شعر زي كل عيد ميلاد. طب بيسمع اسمي يفرح ولا بيحس بسواد. هي طلبت يوم تشوفه، هو حدد الميعاد. هي خافت لما شافت منه لهجة ومش تمام، لما قال أهلا فزاد من البكا ودمع الكلام، من غير ما تعمل يوم حساب. لما مسكت هو ساب، وإنه كان قد البعاد، والبعاد أصبح عذاب. بس هو هان عليه، راح شايلها وحطها جوه خانة الغياب. مشهد سين سؤال ملهوش جواب، هو مش فاكرها ليه، وازاي وهي غايبة كل ده هانت عليه. قلبه قاسي بشكل ثابت، والأسى هيفيد بإيه. هي تعبت يومها جامد من التناقض والخناق، كان أملها في الرجوع، هو كان فاكرها خانت. فجأة قرر الفراق، هي ماتت من الدموع. مشهد
صوت الهارمونيكا بيضرب، في قلوبهم لجلة خاف، والأدرينالين بيزيد، فبينزف خوف متشاف. مشهد غبي شفاف بيجمع بين شنطة هدايا ملونة ووردتين متحنطين جوه الكتاب، وكام عتاب جوه الجواب بيحتوي على ذكرياتها المؤلمة. البعد طعمه مختلف عن كل دول، والجرح مش هينضفه غير الديتول. وعشان كده حبيت أوضح في القصيدة كتير، وأقول إنه كان بينول رضاها حتة حتة في الكلام. وما قالت بالعيون هو ما استحملش قام، هي جت واتأسفت، هو سابها وقال سلام. يعني حلوة قوي الكلمات، عجبني كمان اختيارك للكلمات اللي هي البسيطة المفهومة لكل الناس. سهل الممتنع يعني. حلو جدا، أحلى حاجة السهل الممتنع على فكرة. طيب يعني لغة الشعب بقى. لا حلو والله نقرب للناس. ان انت بتتكلم باللغه اي حد يفهمها، مش لسه ايه ده يعني الكلمه دي معناها ايه، او دي مش عارف هو مطلوب بس مش دايما. هو مطلوب بس مش دايما. ساعات الشاعر يحط حاجه لغز او كلمه معينه، زي بعض الشعراء يحط لك كلمه مش انجليزي ولا فرنساوي ولا ايطالي، هي لغه نوبي مثلا، انت فاهم؟ تمام. ليه؟ علشان يخليك يخليك تبحث ورا القصيده طب انت قلت ده ليه، وتحاول تخش في اعماق الشعر بشكل طب ما اكبر. ممكن تجيب نتيجه سلبيه، ممكن تيجي النتيجه مش عايز اعرف يا عم. هي تجيب نتيجه حلوه لو كلمه، لو جمله، لو بيحكي مشهد لافف. لكن طبعا لو القصيده كلها يعني بشكل مش مفهوم، فطبعا هيبقى صعب. زي صح. مثلا حد حاليا تلاقيه بيكتب فصحى سهله زي فصحى الجرنان مثلا، وفي واحد تلاقيه بيكتب فصحى تاني زي فصحى ابن عربي، انت فاهم؟ فانت هتلاقي ان اللي بيكتب ابن عربي ده، ان هو بيقول كلام اصلا انت مش موجود، انت فاهم؟ واللي تلاقيه بيكتب بفصحى الجرنان ده بيحترم الفصحى، تمام، وفي نفس الوقت ايه، بيديها لك في بقك، ما بيخليكش تلف يعني وراه، تفكر كتير. بالظبط. فالواحد لازم يحاول على قد ما يقدر انه يقرب من عقول المستمعين بس. طيب انا عايز اسالك، انت نفسك تبقى ايه؟ نفسك تحقق ايه في حياتك؟ بص، هو نفسي ابقى ايه، دي بتتوقف على حاجات كتير قوي. اول حاجه ان انا علاقتي تبقى كويسه يعني بربنا وبالناس اللي حواليا كلهم، وان ما يبقاش في حد زعلان مني خالص، وده صعب انه يحصل عشان برضه نبقى صراحه، تمام. تاني حاجه ان انا ابقى ناجح في شغلي، وابقى ناجح في موهبتي، وان انا احاول اسعد الناس كلها اللي بختلط بيهم، سواء واحده هتبقى مراتي، سواء حد هيبقى صاحبي، سواء اهلي، سواء ولادي، وهكذا. الناس ديت احاول احترمها واودي لها كيانها الحقيقي في حياتي، سواء هي تستاهله او ما تستاهلوش بس. وكمجال بقى الشعر، انت نفسك كمجال الشعر ده بقى قصه تاني. ان انا نفسي يعني استقيل من كل الشغلانه اللي انا شغالها ديت، وابقى شاعر متفرغ تماما لموهبتك، بروفيشنال. انا شغلتي شعر. تزي مين بقى؟ قول لي نفسك تبقى زي مين؟ بص، انا مش هقول لك ابقى زي حد، يعني انا واخد كل حد يا اكرم كمثل اعلى في نقطه معينه. يعني مثلا هتلاقي مثلا شعراء شباب زي مثلا مصطفى ابراهيم، زي مثلا محمد ابراهيم، زي هشام الجخ، تمام. هشام الجخ حد من تعب في حكايه الشغل، وبين شغله وشعره تعب اتطحن يعني فيها، تمام. هو الراجل كان شغال شغلانتين قبل كده واستقال، وقصه كبيره، انت فاهم. وهو بيكتب من زمان، يعني قصه ان هو طلع في الثوره دي اي كلام. هشام الجخ كان بيعمل امسيات من قبل الثوره، تمام، في الساقيه، في وقت ما كانش فيه اي شاعر يقدر يعمل فيه اي امسيه، لو حضر له 15-20 واحد تبقى امسيته ناجحه، انت فاهم. هشام الجخ كان بيعمل امسيات. وعايز اقول لك تعب، يعني مفيش حد بيتعب زي ما قلت لك مش هيتكافئ في الاخر. وفي شعراء تاني شباب، يعني انا واخد من كل حد. اكيد انت لو ليك مثل اعلى في حد معين، هتلاقي فيه حاجات بتعجبك وفي حاجات مش بتعجبك. فانا دايما مش هقدر اقول لك مين مثل الاعلى، لان انا ما عنديش مثل اعلى. مش هقدر اقول لك مين صاحبي المفضل وانا ما عنديش صاحب مفضل. انا كل واحد ليه حاجات حلوه هو بيديهاني وانا بعرف ابدله بيها.
حلو. في حاجات فيه ما بتعجبنيش، انت فاهمني؟ فدي قيس بيها على كل الناس اللي انا اعرفها في حياتي، سواء صحابي، سواء اهلي، سواء شغلي، سواء الشعر. مثل الاعلى في الناس اللي بتكتب وهكذا. مش هعرف اقول لك مين مثل الاعلى، لان كل واحد بتعلم منه حاجات حلوه، ولو في حاجه وحشه فيه انا بتجنبها كاني ما شفتهاش بس. طيب هتسمعنا ايه بقى نختم بيه؟ عشان يعني الوقت جري معاك بسرعه، فهنختم بايه؟ اوعى تفاجئني وتقول لي قصيده بتاعت عيد ميلاد. لا مش هفاجئك الحقيقه. طيب خلاص هنختم بايه؟ هقول حاجه اسمها انا الدرويش. تمام. انا الدرويش. يا رب نبعد بقى عن الحزن شويه. بتقول مشاعري كانت عريانة وسبتها للخلق بلاش. مشاعري كانت عريانة وسبتها للخلق بلاش. أنا مسواش أكون ليكي، أكون جربان بياخد صورة في عينيكي ويملى الكدر دمعي خفيف. أنا قلبي ربيع وخريف ونفس اللحظة جمعاكي، بس انتي ما تتقرنيش ما بينك يا ام فستان كحل فيه كرانيش، وتبتسمي فتتقسمي ما بين ضحكة وفيها علاج وبين اسمي، وإيدك فجأة تدعكلي في قلب العاج فيصبح قلبي في التوهان ويهرب من ضلوع جسمي. وعقد اللولي والكرمز على رقبتك وفتح الشيش، وخلخالك بيمدح صوته في جمالك مزيج أنغام معاه درويش، والترتر على خصرك بيهتفلك ويحلفلك عشان أصلك سابقة من البنات تعصرك ولساكي ما تتقرنيش. وبحبك أنا الدرويش، وبحبك أنا الدرويش، وجيبي مفيش، ومع ذلك بكون ولهان أنا تعبان عشان دايما بكون مشتاق بشكل جنان. وحظظتك وحظي إني مش جنبك ولسه بعيش بدون أحزان. يا هرويني يا هرويني يا خمرة وكيميا في عروقي وبتجري في شراييني. أنا سايب جراحك ليكي ليل ونهار، قدرت ازاي تحبيني؟ يا سايبالي ملامحك بس للتذكار وموشومة على جبيني. ده أنا كل لما أشوف فيكي جمال بزهد وأقول الله. ولو سبتيني يوم أغرق، ولو جيتي تغيب الآه. طوفاني غرق الحلوين وقدامك أنا أطلع مين؟ هلاقي زي حضنك فين بيستحوجني وقت لقاه. ضميني أبطل أنوح وروحي تروح، انتي سفينة نوح واجيبها لك من التوراة. أنا زغرف حيالله بس جوه مفيش. مزغرف يعني يا أكرم. أنا زغرف حيالله بس جوه مفيش. حبيني ويلا بس ما تقرنيش. جمالك يخونك تنسي إني مليش. غير عينك فكونك تنظري لي أعيش. وحسبي حد يشوفك وانت جيالي يقولوا عينيها فارغة وحبة الدرويش. تعالي واكشفي شعرك وشيل الطرحة ما تخبيش. سجادة قلبي مفروشة صليني وما تتوضيش. يعني ما شاء الله موهبة جميلة وشاعر شاب، يعني ان شاء الله مستقبله كبير بإذن الله. انت اللي جميل والله يا لطيف. مبسوط ان انت كنت معايا، الوقت معاك جري بسرعة، وربنا يوفقك ان شاء الله وتحقق كل اللي انت عايزه. ودايما كلامي وجملتي دايما اللي بقولها لكل المواهب اللي بيكونوا معايا ان يا رب يكون برنامج آدم وانا يعني يكون وشي حلو عليه أكيد.
الخير بقى ان شاء الله. انت دخلت من البوابه اهو، انت كنت في البوابه فعديت اول الطريق ان شاء الله، فربنا يوفقك، وكنت مبسوط معاك جدا. وانا كنت مبسوط معاك خالص يا اكرم، ان ده اول برنامج اذاعي اطلع فيه حقيقي، وكنت مبسوط ان انا كنت معاك انت كاكرم المصري. وشكرا للفريق كله اللي شغال معاك. واتمنى لك كل خير، واتمنى اي مشكله انت بتواجهها تزول ان شاء الله. وان شاء الله كده تبقى فتحه خير علينا ان شاء الله. يا رب يا رب باذن الله. بشكر الشاعر الشاب اشرف خلف الله، ويعني ادعموه، وكل الناس اللي عاوزه تسمع الشعر بتاعه عندك صفحه؟ عندي بنزل على البروفايل بتاعتي، ويعني ساعات على البيج بتاعتي. قول اسمها. اسمها الشعر سلاش كده اشرف خلف الله بالعربي. والبيج والبروفايل بتاعي بالانجليزي اسمه اشرف خلف الله برضه. بس تمام. لكل الناس اللي عايزه تدعمه وتشوف الشعر بتاعه وتسمع اكتر تتابعه، وربنا يوفقك يا اشرف ان شاء الله. ربنا يخليك دايما في تقدم كده والنجاح. تعيش يا حبيبي، ربنا يخليك.